شبيك يا ولدي شفم باش تضربنا المجاعة عليه الخبز تقطع يا ليت قصوا المي يا ليت انت مالاش فما يا ولدي فجعت يا اخي ما في بالكش بالروبو جديد اللي عملوه روبو جديد. يا سيدي بن سيدك معكم سام ميكر ومرحبا بكم في فيديو جديد. 20 نوفمبر 2021 شركة اوبن اي تعلن عن اطلاق شات جي بي تي. شات بوت قلب الدنيا لمدة الاخر وخلى برشا ناس تخاف على خدمها من الفئات الكل، حتى من الخدمة اللي تستحق الهام وانسبيراسيون كيما المؤلف والشاعر، خدم فيها لوجيك، حسابات، ديفلوبور، كونتابلي، محامي. شات جي بي تي حاجة ما صارتش قبل، لدرجة انك لو استعملته اول مرة من غير ما تعرف انه روبو باش يمشي في بالك انه اللي قاعد يحكي معاك هو انسان كيفك، يسأل يجاوب ويناقش، ينجم حتى يعاونك في القراية ويتذومر زادا. الحاسيل والروبو هذا عبارة على ابليكاسيون تنجم تتفاعل معه اونلاين، وحسب اوبن اي الهدف منه انك كيف تتفاعل معه يرجع عليك كيما اي عبد يحكي معاك بالمنطق، ترجم لك اي لغة، يكتب لك اي نوع متاع نص تحب عليه، عنده القدرة انه يخمم معاك ويحل مسائل ومعادلات رياضية. نجم نقول لك انه السيد هذايا كارث، ينجم ياخذ اي دنيا ويحللها. اما هذه حاجة عادية بالنسبة للروبو صحيح، اما القوة فين؟ بعد ما يكمل ياناليزي ينصح. روبو ينصحني انا؟ نعرفوا بعضنا راهو ايه سميرتو كيفاش نحكي معاه؟ اخي عنده كونت فيسبوك، هو المطلوب منك حاجه سهله ياسر، تكتب له انت شنو حاجتك بالضبط وماذا بيك بالانجليزي، اوب فراكسيون دي سكوند ويجيب لك اللي حاجتك به الكل. ما عجبتكش الريزلتا تقول له لا خويا ركز لي على هذه وعلى هذه، يوسع باله وياخذك على قد مخك، مش كيما الفريلانسرز ويعاود يموديفي لك. التشات بوت زاده يا جماعه نجم تطلب منه يحكي لك قصه، يعمل لك سكريبت نتاع فيديو نتاع فيلم على حسب ذوقك بالطبع. معناها خويا سامح كانك ديفلوبور ولا مؤلف ولا كونتابل ولا بروف، الروبو هذا باش يفيدك برشا. اما في نفس الوقت باش يفك لك بلاستيك. انت كديفلوبور ينجم يعاونك في بو، يصلح لك وياخذ بلاستيك ويكمل عليك الكود. وهذا كما صار مع مستعمل بعث كود للروبو وطلب منه يخرج له الاغلاط. ايش صار؟ التشات بوت سأله شويه على الكود وبعد لحظات خرج له مشاكله الكل وقال له تفضل ها والحل. وكانك من الجميع اللي تحب تعديها على الروبو وتدخله في حيط نقول لك No! 9! على خاطر سبقوه في فازة صارت. واحد طلب من الروبو انه يحكي له على كريستوفر كولومبوس وقت اللي سافر لامريكا عام 2015. فجاوبوا الروبو وقال له يروح اتغلط فينا بابا. كولومبوس توفى عام 1506 وحكايتك ما فهمناش منها. يقول قائل كيفاش يخت كيفاش يجاوب كانه انسان عادي؟ لهناش تعملوا كما نقولوا احنا تكنيك تخليه يتعلم من الناس اللي قبله، المختصين اللي حكيوا معه، اللي مره يلعبوا دور المستعمل يعني اللي باش يحكي مع الروبو، ومره دور الذكاء الاصطناعي، وبعد يعطيوا رايهم للروبو. اجوبتك كانت منطقيه ولا هذه معلومه صحيحه ولا غلطه، ويعملوا له ملاحظات باش يتعلم ويحسن اكثر. سي الروبو هذا مربوط بالانترنت، معناتها ينجم يجيب مليارات البيانات عنده ويترينا بها ويتعلم منها. وكما اي حاجه في الدنيا مهما كانت متطوره باز باش يكون فيها عيوب، وخاصه في عالم البرمجه. 5 ديسمبر 2021 ستاك اوفر فلو الموقع المفضل لكل ديفلوبر خرج بيان اكد فيه على كل مستعمل انه يتجنب يبارتاجي اي معلومه جايه من روبو ويغرق الموقع بالمعلومات الغلط، على خاطر اكتشفوا حتى لو كانت اجابته منطقيه من الاول راهو كي تمشي معاه لبعيد ينجم يتبلانتا ويعطيك معلومات غلط. من الحاجات الخايبه زاده انه ينجم يجاوبك على اسئله ومواضيع خطيره. لكن هذا الكل ما زلنا في اول نسخه. الحاجة اللي حكينا عنها اليوم تبين لنا انه الذكاء الاصطناعي مشى بينا لبعيد برشا، والحاجات اللي كنا نتفرجوا فيها في الافلام ولا تحقيق، الحاجة اللي باش تبدل لنا حياتنا وتهزنا لمنعرج اخر. ما نعرفش هل باش يكون خطير، باش يكون حاجة باهية، زعما باش يجي نهار ويفكنا بلاصتنا بالرسم وتولي كلها بطالة، ولا الانسان اللي يعوضوا للروبو ولا غيره. هكا نكونوا كملنا حلقة اليوم. كان معكم سام ميكر.